المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذه الحلقة، حيث سنتناول أحدث المستجدات بخصوص المسودة الزرقاء للتصويت في مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والموقف الذي قد يحدد مسار القضية. التصويت مقرر ليوم 31 أكتوبر 2025، وهو موعد مفصلي في هذا الملف الذي طال النقاش. ما هي المسودة الزرقاء ولماذا تسمى بهذا الاسم؟ في دبلوماسية الأمم المتحدة، المسودة الزرقاء بلو درافت تشير إلى النسخة النهائية للنص التي تحول إلى جميع أعضاء مجلس الأمن بعد انتهاء المشاورات والتعديلات. توزيع المسودة الزرقاء يعني أن النص أصبح جاهزاً للتصويت، ولم تعد هناك تغييرات كبيرة متوقعة. في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم قد وزعت هذه المسودة على الأعضاء بهدف حسم النقاش حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، وإدخال مرجعية الحكم الذاتي المغربي ضمن النص. محتوى ومضامين المسودة. إليك أبرز النقاط التي وردت في النسخة النهائية. تمديد ولاية المينورسو. المسودة تقترح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء مينورسو إلى 31 أكتوبر 2026، أي لمدة سنة حسب الصيغة النهائية. مرجعية الحكم الذاتي المغربي. النص يعبر عن دعم قوي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المغرب منذ 2007، ويصفه بأنه جاد وموثوق وواقعي كإطار للحل السياسي تحت السيادة المغربية. في النسخة الأولى، ما يعرف بالنسخة 0، وردت عبارة الوحيد في بعض الفقرات، لكن لاحقاً تم تعديلها أو حذفها لتليين النص وتقليل الاحتكاك، خاصة مع الدول الرافضة مثل الجزائر. التعديلات التي أدخلت: تم حذف أو تعديل عبارة الوحيد للتخليف من التوتر، تأكيد على التزام الأطراف بالتوقف عن أي عمل ليس في صالح العملية السياسية أو يهدد وقف الإطلاق النار. طلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية وتقييم استراتيجي للبعثة خلال مساعدته السياسية. التأجيل والمواقف الدولية. كان من المقرر أن يصوت المجلس يوم 30 أكتوبر، لكن تم تأجيل التصويت إلى 31 أكتوبر بسبب انعقاد جلسة طارئة حول الوضع في السودان. التصويت سيكون في 3:05 مساء بتوقيت نيويورك، أي حوالي 8 مساء بتوقيت الرباط. لكي يعتمد القرار، يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل من أصل 15 بدون استخدام حق النقد الفيتو من قبل الأعضاء ال5 الدائمين. المواقف الدولية. الولايات المتحدة تدعم بشدة النص وتعتبر نفسها حاملة القلم في صياغته. عدد الدول التي أعلنت دعمها للخطة المغربية تجاوز 120 دولة حتى الآن. على الجانب الآخر، الجزائر ترفض النص وطلبت عقد اجتماع طارئ لمناقشة المسودة، وتسعى للضغط على الأعضاء ضد اعتمادها. كما ورد أن التعديلات التي أجريت جاءت في إطار تقارب دبلوماسي بين الدول الأعضاء لتسهيل التصويت. أهمية التصويت وتداعياته. لماذا يعد هذا التصويت حاسماً؟ لأنه قد يرسخ موقفاً دولياً لصالح مرجعية الحكم الذاتي المغربي، وهو ما سيعطي دفعة قوية للمفاوضات السياسية. في حال الاعتماد، فإن مسار الملف الصحراوي قد يتحول من مرحلة الجمود إلى مرحلة جديدة من التكفيف الدبلوماسي. إذا فشل التصويت أو استخدم فيه الفيتو، فسيظل النزاع مفتوحاً بلا تغير جذري في الأرضية القانونية. القرار سيكون مهماً أيضاً لحماية الشرعية الدولية ودور الأمم المتحدة في حفظ السلم وللضغط على الأطراف المعنية للعودة إلى طاولة الحوار. باختصار، التصويت يوم 31 أكتوبر 2025 سيكون محطة محورية في ملف الصحراء، حيث قد يسدد ضربة دبلوماسية قوية
لخيار الحكم الذاتي المغربي أو يشهد رفضاً من بعض القوى الكبرى. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الصورة بوضوح. شاركوا الفيديو وأعلموا أعداداً أكبر بهذه التطورات، وسنوافيكم بالنتيجة فور إعلانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية، إذ يستذكر ويؤكد من جديد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهودهما لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعزيز العملية السياسية، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا من أجل البناء على التقدم المحرز، إذ يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للأطراف على أساس التوافق، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ومشيرا إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد. وإذ يؤكد على إلحاحية وضرورة إدراك الأطراف لفرصة التوصل إلى حل لهذا النزاع، ويقر بالزخم الحالي ويعترف كذلك بالدور المهم الذي تطلع به بعثة المينورسو MINURSO في دعم المبعوث الشخصي من أجل تحقيق حل سياسي مقبول للطرفين، إذ يأخذ في الاعتبار في هذا السياق الدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 11 إبريل 2007 إلى الأمين العام كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع. وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتيسير التقدم، إذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماعات بين الأطراف للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لسلام دائم، ويحث على تقديم الدعم الكامل والانخراط بحسن نية في المفاوضات، ويعبر عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية والمنطقة، إذ يؤكد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر، إذ يلاحظ بقلق عميق نقص التمويل الموجه للاجئين الصحراويين، ويحث المانحين على تقديم موارد إضافية مع إعادة تأكيده طلباته السابقة لتسجيل اللاجئين. بعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 سبتمبر 2025 S 2025 على 612، يعتمد القرار التالي: 1. يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026. 2. يعبر عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي. 3. يدعو الأطراف إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء الغربية، ويقر أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين. 4. يطلب من الدول الأعضاء تقديم المساعدة والدعم اللازمين لهذه المفاوضات ولمهمة المبعوث الشخصي. 5. يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن في أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك منه أن يقدم خلال 6 أشهر من تجديد الولاية مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل بعثة المينورسو آخذا في الاعتبار نتائج المفاوضات. 6. يقرر أن يبقى مطلعا على تطورات المسألة.